محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي جدد رفضه لمشاركة أكرم توفيق مع الفريق في كأس العالم للأندية بعد اتفاقه مع الشمال القطري. محمد شريف لاعب الأهلي السابق ينتظر قرار الأهلي النهائي بعد مباراة الهلال لمعرفة إمكانية عودته للفريق. يشعر بالحزن الشديد بسبب تفضيل النادي التعاقد مع أسامة فيصل بدلا منه. إدارة الأهلي تدرس بجدية الإبقاء على ديانج وعدم خروجه للإعارة. شكلت وفدا قانونيا لحضور جلسة الاستماع أمام لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بخصوص أزمة مباراة القمة. إدارة الزمالك تتوسل لأحمد سيد زيزو والده للتراجع عن الانتقال للأهلي. بعض الأعضاء يحاولون إقناع ممدوح عباس بالاعتذار علنا للاعب ووالده. والد أحمد سيد زيزو هدد بشكوى ميدو والزمالك إلى فيفا بسبب مستحقات نجله المتأخرة والتي وصلت إلى 70 مليون جنيه. يرفض الجلوس مع مسؤولي الزمالك الخميس المقبل. صحفيون وإعلاميون دون ذكر أسماء محددة يؤكدون أن زيزو والده لن يحضر الجلسة مع الزمالك وسيتم إبلاغ الزمالك باتفاق اللاعب مع نادي آخر قريبا. عبد الحكيم أبو علم ناقد رياضي قال إن ميدو يضغط على اللاعب الشاب محمد السيد لتجديد عقده حتى لا ينتقل للأهلي. كشف أن نجل ميدو يحصل على 4 مليون جنيه رغم أنه لن ينضم لأي منتخب، بينما محمد السيد عقده 180 ألف جنيه فقط. نادي بتروجيت أكد أن مفاوضات الأهلي مع مدافعهم هادي رياض لن ترتقي إلى المستوى الرسمي حتى الآن. وليد الكارتي لاعب بيراميدز صرح بأن فريقه لن ينخدع بنتيجة الذهاب وسيلعب مواجهة قتالية أمام الجيش الملكي. مصطفى عبده نجم الأهلي السابق والمقرب من الخطيب أكد توقيع زيزو للأهلي. توقع أن تثير صفقة زيزو أزمة في غرفة الملابس بالأهلي بسبب الراتب الضخم المنتشر. إبراهيم عبد الجواد إعلامي وصديق ميدو حاول تبرير فشل ميدو في تجديد عقد زيزو. ألقى اللوم على والد زيزو بسبب عدم الوضوح وهاجم زيزو مؤكدا أنه لا يستحق أن يكون أسطورة الزمالك. تامر عبد الحميد دونجا لاعب الزمالك السابق قال أنه من الطبيعي ألا ترضى الجماهير على أداء الجهاز الفني بقيادة كولر، وأكد أن الأهلي لن يتأثر برحيل كولر ولو حدث ذلك. أشار إلى أن تراجع مستوى علي معلول بسبب السن والإصابة. تامر النحاس وكيل لاعبين قال أن النادي الذي سينضم زيزو سيستفيد فنيا لكنه سيخسر ماديا بسبب ارتفاع الرواتب. استنكر رفض الزمالك عرض ال5 ملايين دولار من نادي النيوم السعودي. كشف عن مفاوضات سابقة تمت في مكتبه بين زيزو والأهلي بحضور أمير توفيق ووالد زيزو. قال أن اللاعب يميل الآن للأهلي لكن إن فكر في المال سيجدد للزمالك.